بتاريخ هوار أبو مدين وفي تاريخ الجزائر والجزائريين. دائما هوار أبو مدين كان واقف جنب كل إنسان بشعر انه ضعيف، بحب يساندهم، بحب يكون واقف مع الكل. الله يرحم روحه ويجعل مثواه الجنة هو جميع شهدائنا الأبطال وشهداء فلسطين والجزائر وشهداء الشعوب العربية بأكملها. واحنا بنحكي لك أخونا وأبونا وحبيبنا هوار أبو مدين، كلمتك نحن مع فلسطين ظالمة أم مظلومة كانت هي سبب، أنا أعتقد هي يعني من أهم الأسباب اللي أنت ربيت حب فلسطين والجزائر مع بعض، وظلت راسخة في قلوبنا وفي روحنا، وراح نعلمها لأولادنا وأولاد أولادنا، حتى هاي الكلمة تضل شامخة في العالم كله، حتى وراح نضل مستمرين كمان بمحتوياتنا حتى نضلنا نوصل صوتك وصوت الجزائر ونخوة أبناء شعبنا في الجزائر ووقفتهم مع فلسطين، وراح نضل نذكرهم بكل واحد خذلنا وطبع وخان وباع فلسطين. مش راح ننساك، والله ما راح ننساك، لا انت ولا ياسر عرفات، والله ما راح ننساكم مهما صار. بعيدا عن حبايب قلبي الله يرحم روح هوار أبو مدين، وبعيدا عن موضوع هوار أبو مدين، رسالة قبل ما انهي هذا الفيديو. بدي اشكر كل انسان موجود معي في القناة، كل اخ واخت، بحبكم كتير. شكرا لكل انسان سأل عني، شكرا لكل انسان وقف معي، شكرا لكل إنسان لو سندني لو بكلمة واحدة. زيارتنا كانت المسجد الأقصى المبارك كانت كتير حلوة. الجزائر أنا وعدت الشعب الجزائري أن أقربهم للقدس، والحمد لله رب العالمين وفيت ووعدي. صحيح خسرت يعني الإشي الأساسي اللي هي كاميرا، بس الحمد لله رب العالمين جبنا كاميرا تانية. هم أرادوا أن يكسروا إرادتنا وإرادة أبناء شعبنا الجزائري وإرادة شعبنا الفلسطيني، وبدهم يكسروا صوتنا، إنهم ما بدهم إيانا نحكي. بس ولكن أنا لما كنت عم بصور الفيديو اللي نشرته امبارح، أنا بصور في تلفوني، هي تلفوني، أنا بصور في تلفوني كنت. بس الحمد لله رب العالمين جبنا كاميرا. وكيف الكوفية طالعة علي، استنى هيك ظبي، خدوا لي سكرين شوت مطبعين خوانا. هاي كوفية جديدة جبت واحدة، وهي كاميرا جديدة، ومهما فعلتم راح نضل مستمرين. حبايب قلبي آسف على الإطالة، عاشت الجزائر العظيم وعاشت إخواننا وأخواتنا أينما تواجدتم، وعاشت شعوبنا العربية الحرة، والخزي والعار للمطبعين معا وسويا. وعاشت فلسطين والقدس اللي كنا فيها امبارح، في قلب القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وستبقى عربية مهما فعلتم. أتمنى منكم أخوتي وأخواتي فرجونا هذا الفيديو لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، ونوروني في تعليقاتكم حلوة الجميلة اللي بتحفزني بتخليني أستمر. أنا أقسم بالله يا جماعة الخير وصلت لمرحلة بس أفوت على التعليقات، يعني أنا لما شفت تعليقاتكم هيك بطلع على التعليقات تعطوني روح معنوية إنه يلا إياد بدنا إياك نستنى فيك. فبحبكم كتير، انتظروني في حلقات قادمة. كان معكم يالا بالأسمر من فلسطين، فلسطيني وعاشق أرض الجزائر. السلام عليكم. بنحبك والله ونحب ترابك.